مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم اللوبيا على طريقتي، طبعا كالعاده كتجي جديده وسهله في التحضير، وكنتمنى تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعاليق. وندوزو لتحضير الوصفه. هنايا غادي نحط شويه ديال الزيت في الكوكوط، زيت نباتيه، وإلا عندكم زيت زيتون غيكون افضل. هنايا عندي واحد 4 الفصوص ديال الثوم، غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال معجون الطماطم، وغادي نحرك مزيان. وهنا عندي 4 الحبات ديال المطيشه محكوكين، وغادي نقليهم مزيان مزيان، لانه الا تقلات مطيشه مزيان كتعطي واحد اللذه في اللوبيا. وهنايا بعد ما قليت مطيشه مزيان غادي نضيف اللوبيا بيتها فازقه ليله كامله، وممكن الا ما فزقتوهاش ديروا ليها الماء يكون طايب، حتى هو كيطريها وكيخليها تجي طريه وطيب لينا بسرعه. غادي نحركها مزيان. وهنايا غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال القزبر يابس، ومعلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال الملح. والكمون ممكن الا ما كتفضلوش تضيفوه في الاخر فاش طيب، ممكن تضيفوا. انا تيعجبني نقلي العطريه من الاول. وغادي نحرك العطريه مع اللوبيا. وهنايا غادي نضيف الماء، والماء كيبقى على حساب الكميه ديال اللوبيا. انا عندي 300 غرام ديال اللوبيا، يعني ممكن ديروا الماء على حساب اللوبيا وحتى تغطى لينا مزيان. واحد التحريكه بسيطه، وضفت ليها واحد الجوج طريفات ديال الحامض كيعطيوها واحد البنه رائعه. وغادي نسد الكوكوط ونخليها تقريبا من 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه اللي كتاخذ لنا ديال الطياب، والعافيه تكون متوسطه. وهنايا بعد ما طابت لينا اللوبيا غادي نضيف عليها شويه د الربيع، ممكن تضيفوه طري، انا عندي غير اللي في الفريكو. كتجي لذيذه ما تشبعوش منها، يجربوها على حسابي. وهنايا غادي نقدمها، والتقديم كيبقى على حسب الاختيار والذوق. وممكن تناولوها مع الروز حتى هي كتجي بنينه. وهنايا ضفت ليها واحد الفلفل حار اللي كيعجبو الحار. وهاللوبيا ديالنا واجده، كنتمنى تجربوها.
وما تنسونيش من لي لايك ديالكم ومن التعاليق. كنتمنى اللي شاف الفيديو يعلق لي ويدير لي لايك باش يتشاف الفيديو اكثر.